يلا بقى حبة مسقعة بلدي. مسقعة يعني بتاعت أمي وجدتي وحماتي، مش اللي فيها بقى جبنات ولا أي إضافات ولا البتنجان المشرح. لا، المسقعة القديمة القديمة بتاعتنا اللي عرفناها من زمان. بصوا بقى اللي هي بقى يا سيدي يا سيدي. حتت اللي هي في اللحمة بتبقى عطياها طعم، وخصوصا كمان برضه في المسقعة بتبقى تحفة. يلا معانا انا معانا هنا ربع لحمة مفروم. هنا الطاسة هي اللي كبيرة يا جماعة، لكن هو والله ربع كيلو. بس هي الطاسة عندي كبيرة علشان لسه هحط البصل والحاجة. هنا بقى كنت قطعت حتة اللي هي كده زي ما انتوا شايفين قطع صغيرة. ورحت مشوحاها مع اللحمة. وبعد كده هنعمل ايه؟ عندك فلفل هتحطي، انا ما كانش عندي. حطينا بقى البهارات، كاري وبابريكا، حبة البركة وملح وفلفل. والاخضر ده دقة احنا جايبينها من مطروح، فيعني قولي عليه زعتر. الدقة اللي بتتباع في فيرجينيا لو تسمعوا عنها، يعني هي دقة حلوة قوي. ما علينا نكمل وصفتنا. آه بقلبها بقى، ما اقولكمش صدقوني على ريحة بقى، في حاجة جميلة جدا. البصلايه الكبيره اللي انا مقطعاها، انا اخدت منها حبه صغننين خالص كده. نخلينا بس الاول في اللحمه كده التشويحه بتاعتها مع البصل. وبعد كده طماطمايه واحده بس مخرطاها زي ما انتوا شايفين وسقطتها. ليه؟ انا واخده نص بتنجان وربع لحمه، يعني الكميه مش كبيره، فمش هحط طماطم ياما ولا بصل كتير. انت حسب الكميه هتزوديه طبيعي يعني. تعالوا بقى، ادي الحله فيها معلقتين زيت اهم، عشان طبعا البتنجان مليان زيت. وادي حتتين البصل اللي انا خدتهم من البصلايه، شايفين حتتين صغننين، هديهم كده تشويحه مع الزيت. وبعد كده اجهز بقى معلقه الثوم بتاعتي بالفلفل الاحمر. حابه تزودي زي ما قلنا كده ان الكميه دي بترجع لك انت. وعندي بقى كيس الطماطم اليتيم اللي كان في الفريزر، طلعته يا جماعه ضحيت بيه. وهنا ببص على اللحمه بقى طبعا اهي بتستوي مع نفسها، وكنت حطيت لها ربع كوبايه ميه عشان اللحمه لازم تستوي كويس. ادي كيس الطماطم يا جماعه، ده بقى ربنا يعوض علينا فيه. وهنا البتنجان بنقليه. آه، انا ما انا بحب اعمل 3 4 حاجات في وقت واحد، يعني عشان في بنات بتتلخم لما تعمل حاجتين 3 على البوتاجاز. انا ايدي هنا وايدي هنا وايدي هنا. هنا الطماطم بتاعتي سايباها تتسبك، والبتنجان خلاص قليته وبدات ارص في الطاجن بتاعي. عندك صينيه تمام مفيش مشكله، بس هو عشان زي ما بقول لكم الكميه قليله. هنا هنزل بقى بربع اللحمه كله بتحابيشه دي. وطبعا انا حاطه كميه البتنجان من تحت، وسايبه بقيتها علشان احطها على الوش من فوق. الاضافات اللي تقدري تضيفيها اللي هي الجبنه الموتزاريلا او جبنه شيدر او جبنه تركي مبشور. عايزه تحطي مع اللحمه حطي، عايزه تحطي فوق الوش بس حطيتي. انا هنا عاملاها قديمه. القديم. يعني ما فيهاش اي تكلفه، يعني هو ربع اللحمه على نص كيلو البتنجان، او كيلو الا ربع بتنجان حسب ما انت عايزه، دي براحتك برضو. وحلو كده وكان طعمها تحفة. هدي بقى الطاجن هغطيه بقى بالوش بتاع البتنجان التاني الاخير. الطماطم كانت اتسبكت وهنزل بيها بقى كده زي ما انتوا شايفين. ويا سلام بقى لو برضو كنت حطيت فيها حبة ليا كده من فوق الوش كمان. بس يلا بقى المرة الجاية ان شاء الله. بس بسقيها بالطماطم وهدخلها الفرن. وزي ما قلنا الاضافات اللي فوق الوش دي بتاعتك انتي، لو حابه تضيفي جبنه شيدر او موتزاريلا او تركي مبشور حطيتي. ولو حطيتي جبنات خدي بالك من الملح، وخصوصا لو تركي. هنا بقى كان خلاص اخد وش حلو كده زي ما انتوا شايفين، ويلا بينا بقى نقدمه. قدمته انا مع رز بالشعريه. التقديم ده اختيارك يا ست البنات، ودي حاجة تريحك انتي. قدمتيه مع رز او مكرونة او تاكليه حتى بالعيش كده، بيبقى تحفة الصراحة. واللهم بارك، يعني لا وجبة حلوة قوي وبتكفي وبتشبع، سواء 4 تنفور 3 تنفور اكتر كمان. لا هي ما شاء الله كمية حلوة. واتمنى طبعا ان الفيديو يعجبكم وينال رضاكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، واشوفكم على خير. سلام عليكم.